اوكي عسى صارت 3 سنين. صارت 3 سنين من القناة توقفت. صارت 3 سنين من كنا نقول انه السين يحتاج لتغيير واكو تفاصيل والولد لازم يشتغلون ولازم اكو امور تتغير. فبهاي ال3 سنين شنو صار بالضبط؟ خلصت وانتهيت اللون بيمن ياخد جدنا اللزمة تحط خلاصة بيدي. اطلع برا بلادي مهما صار ومهما جرى ما ناكل لحم خنزير بس هنا أنا ناكل نجهز نصلي حتكونوا جزء من نصلي اصلي. جاهد الخصوم ما نتجاد بالهجوم انا مين وبيكم قادر يتحدانا ببلد. بهاي ال3 سنين شي طبيعي البيفات ممكن راح تتغير اكيد، يعني ما راح تظل على فدا اسباب بدون معنى، اكيد ما راح تظل على تصنعية، واكيد اكيد اكيد ما راح تظل بين باد بوي وارماندو. اوكي بما انه هاي ال3 سنين كلها كأنما كل شيء ما صار، كأنما كل شيء ما قدمنا، كأنما فعليا يعني بقى والولد اللي يشتغلون ظلوا يشتغلون، والولد البقية نفس شغلهم يعيدوا، الولد اللي يشتغلون شغل قوي مدى يتقدمون لأي منطقة كانت، الولد اللي كانوا يشتغلون نفس الشغل الضعيف قبل 15 سنة همنا بعدهم ما تقدموا لأي شيء، بس بعدها أرقامهم أكثر من ذولا. ليش؟ ما أعرف، ما حد يعرف، لا المستمع يدري، لا اللي دا يسجل يدري، لا الرابر يدري، لا المهندس يدري، ما حد يعرف ليش دا يصير هذا الشيء، بس هو دا يصير. فحاليا احنا راح نحكي على واحدة من البيفات اللي أنا برأيي يعني شوية نقدر نقول مثيرة للاهتمام. راح نحكي على بيف صار بين اثنين يعتبرون نفسهم من المدرسة الجديدة، خلينا نقول للسين، من الجيل الجديد على لسانهم للسين، اللي هو دبل اي اللي أول ما طلع ويا السيارة في 18 يمكن بال 18 يجي شيء تقريبا بال 18 يعني تقريبا بال 18 يجي. ابد ما نوهت انه عسم واحده بهذا الفيديو. باي ذا واي أليكس هسه حاليا قاعد يمي، فراح نحكي على هذين التفاصيل بشكل سريع، يعني ما اريد اطول الفيديو ولو هو راح يطول لان هذا بيف كامل. صار له قد 2018 اول ما طلعوا يعني يقولون انه احنا الجيل الجديد، احنا راح نغير، احنا اللي راح نسوي هيك. دوني يعني من 2021 2019 يعني بين 19 و 21 بده يعني اسلوبه كان يتغير، صار دون الكرادة، صارت اكو تراكات، صارت اكو معنى، قمت تسمع تراكات مختلفة، قمت تسمع حطب، قمت تسمع شنو بعد عنده شغلات. بداية المسيرة مالته كانت طاشة، اتذكر كانت عنده هواية تراكات. حطب قبل الاي بي طبعا. كان عندك كلها تخاف، ما عندك اي شيء، عدسات قصعة طبعا، قصعة ويا بس عدسات اظن على الاي بي. نعم بشكل عام يعني حتى ما ناخذ هواية وقت. الاثنين يعتبرون نيو سكول، الاثنين يعتبرون صوت جديد، شيء اكيد اثنيناتهم راح يقدمون فد شيء تقول انه هذا بيف، هذا اكو فد شيء مختلف وراح اتونس وراح اسمع شغلات، وشيء اكيد ما صاير على هيك بس مجرد انه انا داري احصل مشاهدات وداري احصل ارقام وهذا التفاصيل، شيء اكيد اكو مشكلة من الطرفين وقاعد يدخلون. فنتكلم بس بشكل قبل لا انتقل من هالتفاصيل، ما تحس انه يعني هو السين بشكل عام يعني شوي لود بموضوع البيفات اخر فترة؟ بصراحة حتى من قد ما البيفات هو مع انه انا متابع اكو دسات كانوا مسمعتها لحد الان لان ماكو مجال انه اسمعها بالضبط. يعني اكو ايام نزل انا لحد الان ما متعمق كفاية بالبيف مال دسر وسمعة. وعندك حفص هم نزل ديس، وعندك السين نزل ديس، لاني لسه ما سمعتها ولا اعرف. بينما يعني من تجي تشوف انه انتو ارماندو باد بوي اللي ما يقبل يموت، من انت كسين بداخل بلد مثل العراق، انت عندك كمية احداث يعني اكثر احداث صارت بالمنطقة كلها باخر 20 سنة، ماذا نرضى نحكي على اي شيء ثاني بس البيفات اللي بيناتنا. بس خلي يتعارك بيناتنا.
اي ماكو ما عندي محامي واخرب قيافتك وانت حلاق وما حد يجي. بالضبط يعني ما المهم ما ناخذ هواي وقت. احنا نريد نتكلم عن البيف. اكو تقسيمات صار للفيديو تقدر جوا تشوفها. طبعا ما يحتاج اذكرك لايك سبسكرايب شغل اشعارات حتى من انقطع عن القناة بعد 3 سنين يجيك اشعار من انزل الفيديو الثاني. لو النقطة قبل ما ينزل. اذا تحب او اذا اول مرة تشوف القناة ديفنتلي يعني على الاغلب هاي اول مرة تشوف القناة ارجع للفيديوهات القديمة اللي منزلها قبل حتى من كان اسم القناة غير اسم ما يعني لا يختلف. احنا غيرنا الاسم وما ننزل نجيب اسم جديد. anyway اوكي عسى قناة جديدة او نفس القناة فيديو جديد رجعنا و يا راح نبلش. سنة 21 دوني نزل أغنية سماها 2006. ساعة 6 منطقتنا بعد صعب تنطب، واي ارواح تطلع لما جثة بعصف تنطخ، دولة وياهم تصطف ناكل لسانك ينضف، لما طاح ابو العباس بيبي قمقل. الأغنية برأيي هي واحدة من أفضل الأغاني اللي أنا سامعها من دوني، من أفضل الأغاني الموجودة بالسين العراقي حتى أكون صريح يعني. الأغنية تتكلم عن سنة 2006 بالنسبة للعراقيين، اللي هو كل عراقي عنده قصة العلاقة متعلقة بهاي السنة. للأسف إنه أغلبهن قصص سلبية لأنه كلنا نعرف هاي السنة شنو كانت بالنسبة لنا. المهم هاي الأغنية كانت يعني دوني دا يتكلم بيها عن قصص خلي نقول شخصية، قصص يعني مؤثرة بي، قصص قريبة جدا من شخصه. انتهت هاي التراك صارت بيها يعني مشى عليها وقت، العالم حبتها، صار بيها اسم هذه الأغنية والعالم قدرت لحد هذا اليوم دا ترجع لهذا التراك. أنا واحد من عندهم صراحة. ورا السنة تقريبا بسنة 22 إذا يعني ما خانتني ذاكرتي نزل تراك من دبل اي. التراك كذلك اسمه 2006. راح تموت لما تنقرض سو بثرك كان امتلك هذه القدرة حتى رجع دولة تنك اخذ المشهد منهم. التراك ما كان يتكلم عن سنة 2006 بل بكل بساطة كان دس ضد دسر من دون كل الناس. كان جزء من بيف بذاك الوقت بذيك السنة كانت بين دبل اي ودسر وهاي المعمعة والهوسة هذه كلها. نقدر نقول انه الشرارة الاولى للبيف بدت من نزلت هاي الاغنية مال دبل اي اللي هي بنفس العنوان. هنا راح تواجه اشكالية انه انت شيء طبيعي عبارة او خلينا نقول اسم هذه الأغنية اللي هو 2006 هو مو شيء من ملك دوني، يعني كلنا متفقين على هذا الشيء، هو شيء ما له علاقة بهذا الموضوع أبد. بس بكل بساطة أنه يعني هو غريب اختيار هذا الاسم، وأنا ما أتوقع أنه بأمانة ما أتوقع أنه دبل اي كان متقصد ياخذ هذا الاسم حتى يسوي له مشكلة، ما أدري بعد بس يعني ما استبعدها. بس اللي دا أشوفه أنه هذا الاسم بالحقيقة ما له علاقة بالتراك اللي سواه دبل اي. التراك كان عبارة عن دس على دسر. التراك بكل بساطة كان من ضمن بيف. واحدة من اللاينات اللي موجودة ببداية التراك اللي هي هاي 2006 جيش المهدي الأمريكي راح نخطفه، اللي هي همنا يعني راح نرجع. ما أعرف شنو لها علاقة بدسر نفسه أو ليش إحنا قاعد نتكلم يعني أوكي احتمال راح تقول إنه أنا دا أشبه نفسي بهاي الجهة المعينة وإحنا راح نخطف أي واحد ضدنا وراح كذا وكذا. أوكي ممكن هذا هيب هوب، والهيب هوب يعني بشكل عام يستخدم لغة خشنة بالتشبيهات،
ما عندي اي مشكله. بس راح تواجه اشكاليه ثانيه انه بدايه الاغنيه كان اكو لاين حسب ما اتذكر انه ما اتذكره بالضبط بس خلي اللي هو هذا هنا أنا اكو اشكاليه بسيطه. هذا الحدث اللي هو كان بين جيش المهدي خلينا نقول ملاحقة مجتمع الميم وإلى آخره من الهوس والخريط هذا. هاي ما صارت ب 2006 هاي ما لها علاقة ب 2006. هاي صارت بال 2011 2010 إلى 2011. ب 2006 ما حد كان متفرغ لهذا الموضوع بصراحة يعني. فيعني ما كان بعيد عن موضوع 2006. فهذه هي بحد ذاتها هذا اللاين كان يعني كان غلط بالدس. بعيدا عن كون انه راح نحكي على شرف وعرض وانت هيك وانت هيك وانت هيك ويا شيفا وانت كذا وكذا 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 وهاي الهوسه كلها وطقفش اخر شيء خلص البيف. وهسه تلقى ارماندو دا يعلق على الدسات والتراكات الجديده مال دبل اي والوضع ماشي وما عندنا اي مشكله ما نواجه اي مشاكل. طبيعي الموضوع زين. وانت قبل شوي كنت هيك عرضك هيك وانت ويا شيفو هيك وانت مسوي هيك وكذا 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 وانت هيك وانت جاي وانت يعني هذا الموضوع كله نسى. بس بعدين بس راح نشوف شويه من نتقدم بالفيديو اصور راح يكون بالبارت الثاني. انه انت شلون هيك تسوي على دوني انت شلون هيك تسوي وتحكي على عريبي انتم المفروض اصدقاء ها فيعني المهم هاي خلينا نقول يعني هيك الشرارة البداية اللي صارت بين يعني سوت مشاكل بين الطرفين. راح ننتقل للمرحلة الثانية بالبيف اللي هي ببساطة الرد مال دوني وردة فعله من صار نفس التايتل تراك اللي هو 2006. اوكي هذا خلينا نقول البارت اللي فعليا يعني صار اكو باك اند فورث اكو يعني ردة فعل او خلينا نقول بدت تبين مشاكل بين الاثنين. هنا اول تراك نزل بعد ما دبل يستخدم التايتل تراك اللي هي 2006 اللي حكينا بها. دوني نزل بال 2023 نزل اي بي كان المنطقة اي بي جيد. بنفس السنة وبنفس الفترة همنا نزل الصور كانت لافتات كانت اقوى ما ادري ليش حذفه بس كان كلش لطيف. المهم انه باي بي منطقة اكو وحدة من التراكات كانت اسمها دي طلعيها من الباب. ضلعي نفس الجمعة ما حنطلعه الا الفوق. ضلعي واذا متقطعه بالمنقطعه يسمع صوت مو جمايس والطقعه ياكل صقعه جاك الموت. وهنا رسميا لاول مرة يعني صارت انه يعني دوني يبين روحه يعني ما ادري يمكن كان ضايج من دبل اي يمكن ما اعرف بس هو اللي قاله يعني حسب ما اتذكر هو قال في شيء تقريبا مثل هذا. فيعني اعتقد ما ادري يمكن ضايج ما ادري. المهم ومو بس هنا هو باو انا ليش دا احس انه هو يمكن ضايج لانه مو بس هاي تجاوبها لا ما اكتفى بهذا ورا فترة حسب اللي انا اعرفه يعني الصراحة انه جاله خبر انه ترى ما راح يصير بيف الا يصير فدس صريح مباشر. فهو يعني قال ها اوكي هاك موزمبيق هم يفهمون ايش دا اكتب وافقد مدى كذب تعال يلا دنا الصافة وش قد خذت مني. بس بالنسبة لعنوان موزمبيق عنوان الدس هنا نبغى راح نطب بنفس العشوائية اللي صارت ويا 2006 اللي نزلها دبل اي ماكو اي علاقة باسم التراك بالضبط مجرد ذكرت 2006 وهم ذكرت بشكل غلط بشكل غلط يعني
ضربات مال البلوكات ما كانت ب كانت 2006 أبد ب 2006. ما له علاقه. ب 2006 كان غير شد ينضرب مو ذولا كانوا غير شد ينضرب. المهم موزمبيق يعني التراك امانه كان كلش قوي. التراك دس صريح مباشر، بار فوق بار فوق بار فوق بار فوق بار ما متوقف، فلو ديليفري بانش لاين. يعني الميزه الاساسيه لدوني الرايم سكيم. الرايم سكيم بي كان ايجي شيف كيس فشي رائع. شيء كلش. امانه يعني انا حبيتها موزمبيق كلش حبيتها. انا للامانه تراك حبيت اقول ما اعرف انه دس من الاساس، كنت تراك استعراضي. لا يعني لطيف. العشوائيه اللي نحكي بانه ليش هو موزمبيق؟ هو ليش اسمه موزمبيق؟ اكو هو بس لاين واحد اللي اي كي سودا موزمبيق اللي هي بالعلم مال موزمبيق، وبعدها ماكو اي سبب علاقه ثانيه بالضبط بس هيك اسمه موزمبيق. بس يعني للامانه دا اشوف يعني بيها شويه اوجه، لانه على الاقل اكو لاين اكو لاين مو غلط، اي انه تشبيه على علم، وهو مو غلط. يعني هو صدق الاي كي سودا موجوده بموزمبيق وانا شايل اي كي سودا الى اخره، بس تبقى مو عنوان بس. اي المهم هنا يعني دا نقدر نقول بالاضافه لهذين التراكين، بالاضافه للستوريات اللي راسا نزلت ورا ما نزل الدس او العفو الدس التراك مال 2006 اللي هو اصلا صدق هو دس بس مو على دوني. اي يعني نقدر نقول انه دوني بين انه اوكي ترى انا يعني يلا بلش، تريد بيف اللي ياخذ اسم التراك بيف. بس هنا صارت اشكاليه واحده، هذا ب 2023 نزل، وراها بسنه كامله كل شيء ماكو اي شيء اكثر من سنه يمكن اصلا. ايه يعني هو بال 2024 يلا صار شيء ف السنه كامله بدورت صح. ايه فيعني البارت الثاني ريال مافيا. اوكي خلينا نقول الجوله الاولى رسميا او بالاحرى الرد على بدايه الجوله الاولى اللي كانت بدايتها من دوني بموزمبيق، كان من دبل اي. بس الاشكاليه انه هو ورا سنه ما اعرف ليش، ما اعرف منه، ما اعرف ايش وقت، ما اعرف ايش صار اصلا، بس سنه كامله ماكو اي رد، ماكو اي رده فعل، ماكو اي شيء. على غفله من السين قب كلها صارت بيفات وكلها صارت مشاكل. ما ادري احس دبل اي كان قاعد يقول زين ثاني ما عندي مشكله ويا دسر، ما عندي مشكله ويا واحد ثاني، ايش راح اسوي؟ عندي موزمبيق قبل سنه، خله اجاوب عليها. يعني ما ليش يتاخر بالرد ما اعرف. والمشكله انه وقت رد صادف ورا كم يوم بس من ديس ابو درع اللي انا ظليت صافن. انا يعني كل عقد اقول يعني هو ابو درع ما بيها اي شيء، انت ليش دخلت؟ ايش دا تسوي؟ ليش دا تدس هسه؟ المهم يعني هذا بالنسبه لي يعني تنحسب نقطه، لانه انت ليش كلش تاخرت ومن صارت هوسه بيفات انت تذكرت هذا البيف؟ هذا يدل على انه انت غايتك بالبيف يعني مختلفه، فاهم قصدي؟ انت غايتك بالبيف انه السبب اللي بلش عليه بالضبط. المهم التراك اللي هو كان ريال مافيا ويا دي جي ثاق اللي كان يعني على الهوك جيد. الهوك ما يعني دي جي ثاق الهوك ما دي جي ثاق الاعتيادي اللي يعني هوكاته تنسمع حلو. اي نفس الصوت نفس الهندسه نفس الساوند اللي تتوقعه من دبل اي ومن السي ار اف اللي هن تقريبا كلهن متشابهات. ف يعني غير هذا اوكي. عندك شويه اتذكر يعني الشغلات اللي اتذكرها من الاغنيه، اكو الرايم سكيم بالبدايه مال التراك اللي يعني انا شويه جذب انتباهي، اللي هو موضوع من قال مزبله منقله مغسله نستله، يعني هذا الرايم سكيم فاهمني؟ رايم وحده بنهايه كل اي هذا الستايل مال ارماندو اللي ظل يعني ما ادري انا اشبهه بستايل ارماندو بالعاده. هو يعني بالسين العراقي يمكن اكثر واحد معروف يكتب هاي ستايل هو ارماندو. اي يعني مو هو ارماندو كصاحب ارقام
يعني نقدر هو حاليا ما نقدر نقول عليه على ارقام بوجود خليفه بس بس خليفه صار له على الارقام. بس يعني الواجهه مال السين كرابر انا بعدني اشوف ارماندو لان تقدر تقول هو اللي اعماله موجهه للمستمعين العرب، إيه. مثل خليفه اللي هي مينستريم تعتبر لاي احد. تعتبر مين ستريم. يعني ما هذا انت ما تقدر تقول انه هذا الرايم سكيم اللي دا تستخدمه اللي هو يعني الاي بي رايم سكيم الاعتيادي مزبله منقله مغسله نستنا اننا ظلت كم جديد او جيل. اي وبعدين تجي بعدين بالبيف يعني راح بالادراكات الجايه راح تبين من قال انه ها مال مساله انت شنو تقول مغسله قسطره بطرشيه وانت لا شيء يعني مو هو نفس البانش لاين ممكن ينذكر على هذا الموضوع. فاهم قصدي؟ فيعني ما ادري يعني حسيت شويه ركيك هذا الموضوع. على عكس هذا الشيء بالفيرس الثاني لا كان اكو سكيم جيد بالبدايه مال الفيرس الثاني اللي هو اي حلمت ما نمت يعني تعتبر رايم سكيم جيد يعني انا حبيته. اي كلت يعني اكو تو سيلابل بالموضوع ويعني قاعد يحكي كان جيد صراحه حبيته. كرايم سكيم حبيته كمحتوى يعني عندك موضوع انه جمهوري يموت على الطلايب دبل هذا مو جمهورك اللي يموت على جمهورك مو يموت على الطلب جمهورك يموت على ارماندو وعلى البيفات العشوائيه مال ارماندو. انت مجرد تحب تستورث هذا الجمهور باستخدام نفس الرايم سكيم باستخدام نفس الاسلوب باستخدام نفس هذا النظام مال ارماندو اللي انت من اول ما طلعت عليه اول ما طلعت انت كنت تقول انه انا اريد اسوي شيء جديد بالسين اريد اغير هذا الشيء اريد اصعد السين اريد اسوي كذا وكذا 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 وانا الجيل الجديد وانا هيك يعني ارماندو ب 2016 دا يسوي نفس الشيء اللي هسه دا تسويه. وعوف ارماندو والله ارماندو نفرض انهم علاقتهم زينه بيه كانوا ينتقدون الاتش بيز على هاي الكتابه كانوا ينتقدون ليون وباد بوي على هاي الكتابه واللي هي راح تنقل للفقره الثانيه اللي هي المشكله واحده من اكبر المشاكل اللي تصير بالسين حاليا اللي هي انا اليوم من راح يصير بيف انا اول شغله راح افكر بالبيف انه ها انت تيم اتش بيز لو تيم ارماندو ماسترز وهاي انت هذا راح يصير ويا ارماندو لو هذا راح يصير ويا الماسترز اي بيف حتى مال فساد دبل اي حاليا اللي ما لهم علاقه فساد دبل اي ما لهم علاقه لا بالماسترز ولا بلا بس هذا ويا الماسترز لان يحب ارماندو هذا ويا الاتش بيز لان يحب كذا باد بوي او ليون او ايا كانوا ليون يعني هذا التفاصيل يعني ما تحس انه المفروض يعني متجاوزين مسألة انه قالت الاتش بيز وحكت الماسترز يعني هذا موضوع مع انه فعليا ليش دا تحزبون الجمهور ليش لازم يصير حزبية بالموضوع ليش انا لازم انضم متحزبين مع انه انت اذا تجي للواقع الاتش بيز من زمان مستخدمين اسمهم مش وقت اخبار نزل شيء كاتش بيز كتيم بالضبط يعني انا ليش يعني ما حتى ارماندو ده احسه ده ينعزل عن الموضوع يعني بعد ارماندو ما اعرف ديسار رجع لو شنو وضع حاليا بس اتذكر ديسار قال انا خارج الماسترز لسه اتذكر ما ادري بعد اذا رجع او فيش الصراحه بس يعني انا اللي اعرفه انه علاقته يعني طيبه والولد واحد هو لا علاقته زينه بهم بس دا احكي كثير يعني ما القاها مال يعني حتى هسه بهذا البيف مال دبل اي ومال دوني واحد يقول يعني دبل اي يقول له انت كنت تريد تصير ويا ارماندو بس انا اللي صرت ويا ارماندو انا اللي سويت ويا اغنيه وانت ما سويت هاي الاغنيه يعني منو يعني ليش ده تعتبر هذا الموضوع انجاز هذا مو موضوع يعني ليش انه هذا يعني تخيل هسه مثلا يعني شلون اضرب لك مثال تخيل يعني مثلا كمثال بسيط امينيم عنده بيف ويا منو يعني واحد ماذا ام جي كي لا مو البيفات الواقعيه اللي صارت يعني بيف ويا اي رابر امينيم عنده بيف ويا جي كول مثلا او ويا دريك امينيم من يدرس يقول له انا عندي اغنيه ويا 50 سنت انت ما عندك اغنيه ويا 50 سنت شو تحكي يعني شكو شو الموضوع ما دفتم ولا انجاز الموضوع. المهم يعني القصد انه لا تربط روحك بهاي الامور يعني حاول تتعداهم وانت يعني مدرسه جديده انت حاول تبتعد عن الموضوع حاول تطور عليه بعدين انت من راح تيجي وتنهي الموضوع والله قال مال المنبر راب
هذا اللاين نانا يعني ايه من انت تقصد البيف مو بالراب. انا ما يعني هنا هو قاعد مستحيل يحكي على دوني يعني ما الصوره لان دوني بعيد كل البعد عن موضوع المبرر الا اذا انت قاعد تسمع تراكات مثل دم على هدومك اللي هي ميلوديك راب اللي هي يعني هذا مستحيل تقول عليه شو اسمه. ما اعتقد لان انت حتى لو قصدك عليه ما ترى يعني اذا تقدر تقول على هذا ممبر راب فيعني مال هاي هم تعتبر ممبر راب. بس انا اللي اتوقع انه على السمعه ممكن يعني ما ادري صراحه ما متاكد الموضوع مو واضح. لا انا هاي دا قصد انا هذا قصده بالعشوائيات والبيفات مالتنا ما تدري منين بدت وين خلصت. يعني ما ادري اذا تقصد انت على سمعه بس اذا تقصد على السمعه فانت تقصد الدس الاخير مال السمعه اللي هو مال هاي شنو اللي هو كان شنو شو وقت العفو اللي هو انت قاعد يدس بي دسر اللي انت كان عندك بيف وياه اللي هو اصلا من ورا البيف وياه بدا البيف مالتك ويا دوني وهسه انت صرت زين وياه ما عندك مشكله وياه بس تحكي على السمعه لانه ايش دا يصير منو انت ما اعرف ايش دا يصير والله عظيم لك دوخني والله ما ادري انت منو انت ايش تدري. المفروض انه هذا الصريح على دوني يعني اغلب على دوني بس هذا اللاين على منو ما اعرف. اما اذا بده يقصد صدق على دوني فهاي طامه كبرى يعني انا مشكله ايه دوني ابدا بس لا ما اتوقع على دوني لانه هو نفسه دبل اي يستخدم ميلوديك راب تقريبا بكل تراك يسوي صحيح. ويعني وهنا همين راح تجي ليش دائما تشبه نفسك هوايه كلش يعني دائما اني هيك اني جاكي شان اني جيش المهدي اني طالبان اني جاكي شان اني بعد شنو قال اني بوغي مان اني هيك وبعدين حتى بالدس مال 2006 على دسر من قال اني رابي كتل نتل سحل بتل تطل شكل ايش صاير القافيه هاي حرفيا محترقه. يا ولدي هنا أنا حكيت على رابر وما يصير أحكي على رابر خلينا نكمل الفيديو بدون ما أحكي على رابر وأنا هسه منشول وإحنا بدنا نشتغل بالفيديو بعدنا. يعني ما أدري أنا دا أحس أكو عشوائية بالموضوع وما يعني أوكي بس نقدر نقول إنه هاي بداية إنه هنا بدأ الدس الصريح على دوني. هنا برأيي أني كان الرد المناسب لهاي العشوائية اللي صارت انه بكل بساطة يجي واحد يكمش المايك ويصيح هذا شبيه كل يوم يرجع لي مهان هذا شبيه لانه فعليا ما تدري هاي شكو ايش صاير ايش بيك منو لانه كلها كانت ناسي هاي المشكلة. راح نسمع هذا شبيه. خالد شنو هالالبوم الزبل ما سمعته ربعك بعدك تتعارك وياهم طفل ما بدلت طبعك اطلع سلاح فك عجل ما جاملتك طبعا انا الاحسن انت القلت وخالد ما تذكرته قطعا. هذا شبيه هو رد من دوني مو بس على دبل اي على اكثر من شخص على السين على بعد من اود خالد افتتح على اود خالد على السين على دبل اي اوبفيسلي يعني اكيد على دبل اي. بعض النقاط قبل لا نبدي بالايجابيات مال التراك بعض النقاط اللي هي من مساله موضوع مال انت شنو عوالك تيم ببلاي انت دا تكسر السبب اللي انت بديت منه البيف من قاعه اساسا لانه 2006 هم شنو هو اسم وقابل تيم ببلاي يعني حتى اي هو دبل اي ذكر هذا الموضوع بعدين وحكى بيه وقال هو استخدمه كبونش اساسا بالضبط. فيعني هاي يعني تنحسب الصراحه ضده. بس هنا راح تجي باوع انا ليش هذا الموضوع جذب انتباهي. اكو فقره اذا تركز بيها يعني الفرق بين الطرفين بين دبل اي وبين دوني من يدخل البيف وشون يتعامل ويا البيف وشون يتعامل ويا التراك يعني باكثر من جهه. يعني على ابسط مثال شوف الالبوم كفر مال كل اغنيه دبل اي راح يجيب يا اما صوره له يا اما صوره من لا حتى مو صوره له يعني اخر شيء قاعد يجيب بوسترات مال افلام ويسوي تصاميم مال 2016 ويخليها وبعدين يعني يا اما عصابات يا اما واحد متلثم يا اما ويسويها البوم كفر
ممكن تكون ما لها علاقه بموضوع ممكن البيف، ممكن لها علاقه باسم القناه اللي هي كريمنالز فاميلي اكثر من موضوع البيف اساسا. بينما تجي على الجانب الثاني راح تشوف دوني الالبوم كفر مالته جواز عراقي. ليش؟ لان دبل اي مسافر دبل اي مو بالعراق. فيعني انا يعني هاي الحركات البسيطه بيها معنى. من تيجي على اسماء التراكات يعني دوني يقول له هذا شبيه، بعدين قال له مسودن لانه ربطها بذيقار وفرج وجنة والنار وهذه ويعني باللهجه الجنوبيه، وقال له مسودن انت. بس بعدين من تجي على دبل اي فراح تلقى الاسماء مالته هي بكل بساطه بس مجرد دا يقلب الاسم مال دوني. يعني قال دم على هدومك، بعدين دوني قال له مسودن، هذا جاب الثيم مال الجنه، قال الجنه والنار. اي بعدين استخدم تشيرنوبل اللي هي اساسا اسم مال تراك مال باد بوي نازل قبلش كم يوم، مو قبل فتره، قبلش كم يوم. فيعني السين العراقي الظاهر عنده هذا مشكله وين نووي، اكو اكثر من كناوي في السين حاليا، 3 ولا 4. السين كلش يخوف صاير، دير بالك البس قناع فوت. يعني ما يعني بالنسبه لي انا اشوف هذا يمثل جهه يعني داخله بيف بمعنى، وبين جهه ثانيه بالعكس، يعني مجرد داخله. يعني ما اريد اقول سبب تجاري بس ما يجي ببالي فد وصف ثاني، هو مو تجاري الغاية انه يعني بس دا اريد اكسر الحكايه هاي. حتى الولد اللي عمره 16 سنه راح يجي اللي كان يحب ارماندو واللي سمع ارماندو قبل فد 3 سنين 2 3 وقام يحبه، راح يظل يحبني اني، وراح يظل يسمع لي، وراح يظل يسولف بي، وراح يجي يعلق لي. يعني هاي ولا تريه، لانه راح يجي وراح يقول هذا التراك مالته دم على دومه، وهذا هم سماه دم على دومك، هذا التراك مالته هيك وهذا سماه ريل مافيا. ما اعرف وريل مافيا ليش كتبت ريل هيك، انا ما دا افتهم ليش مكتوبه صدق، اكو حرف كامل ما موجود. وهاي هم نقطه الاخ، ليش حتى بهاي السالفه تقلد ارماندو؟ والله العظيم ارماندو عنده الولد عنده سعقات في الانجليزي، ليش بهذا الموضوع ما تقلد ارماندو؟ هو واحد بالتراك هاي شغله الاخ طبعا بالتراك نفسه من ذكر تابو من كتبها بالليركس، مكتوبه غلط، كتبها غلط، كتبها بليو هي دبلو. يعني ما اعرف طبعا دا احس روحي فساد وانا صحح انجليزي وهيك امسي خشوم سفن. فالمهم هاي نقدر نقول الجوله الثانيه برايي اني يعني يعني انا اشوف هذا شبيك كتراك افضل. بس بس بنفس هو تقول صريح اكثر، بس انا اشوف انه نسبه الضعف مالته انه ما كان متركز بس عليه، واللي هي يعني مفهومه، لانه كان اكثر من شخص عنده مشاكل ويا دوني بهاي اللحظه. دوني اساسا كان فايت باكثر من مشكله خصوصا مال السين ستوريات كلش اكثر من بالضبط. فصار الموضوع بهالشكل توزع. المهم اوكي صارت 32 دقيقة كلش حلو. شو رايك ننهي الفيديو هذا لما رحت الاصل وضعية؟ هذا بارت اول. البارت الثاني اللي هو راح يبدي البيف بشكل حرفي اللي هو من دم على هدومك ومسودن. البارت الثاني المفروض ينزل الاسبوع الجاي او يمكن بعد 3 سنين، يعني ماكو فرق ان شاء الله، حسب على التساهل بعد على الدعاء. لايك سبسكرايب شغل اشعارات. ارجع شوف فيديوهات القديمة إذا تريد تاخذ فكرة أكثر على القناة. شوف الوصف، شوف التاجات، تابع أليكس، تابع يوسف الصغر، يوسف راح يشتغل الفيديو. شاوت اوت ايبو للبيت اللي إذا تسمعه هسه بالباك جراوند. اوكي بارت الأول، شوفكم البارت الثاني. بيس.